الحواوشي الاسكندراني من اشهر الاكلات الشعبيه في مصر. ركزوا معايا شويه في الفيديو ده لاني بجد مذاكره قوي. بقالي اسبوع بذاكر الوصفه دي، وبعد تجارب كتير عرفت اسرار الحواوشي من عجينه لبهارات. وبجد الفيديو ده مليان اسرار، وما تراجعوش ورايا، انا مذاكره كويس قوي. مش هقول لكم هنعمله على طريقه اشهر المحلات، لانه بجد بجد كان اطعم من اللي انا اكلته في محلات كتير. لاني لما اكلته بره كم مره كنت بحس شويه ان هو عجينته ناشفه شويه، مفروله، سميكه الى حد ما كانتش بتبقى لذيذه زي اللي انا عملته في الفيديو ده. عملته بعجينه طريه جدا، حتى لو باتت تاني يوم مفرولتش، حاجه عظمه. ومن هنا بقى عرفت سر نجاح عجينه الحواوشي. مش بس كده، كمان عرفت سر البهارات، وازاي لما نعمل حواوشي ريحته تقلب العمارة كلها، ومش بس العمارة كلها، الشارع كله كمان. وعلى فكرة، سر الحواوشي مطلعش في البصل خالص. هما 3 أسرار لنجاح الحواوشي هنشوفهم إن شاء الله في الفيديو ده. انسي بقى أي طريقة تانية عملتي بيها الحواوشي قبل كده، لأنك فعلا بجد هتدمني الطريقة دي. وهقولك ازاي كمان النهاردة من نص كيلو لحمة وكيلو دقيق قدرنا نعمل 20 رغيف حواوشي. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولايك للفيديو، لان بجد تعبت في الفيديو ده كويس جدا. والفيديو ده من اقرب الفيديوهات الى قلبي، لان كل حاجة في الفيديو ده مظبوطة. الحواوشي بجد بجد كان طعمه حلو جدا، وبجد الوصفة دي تستاهل ناس عسل زيكم. وما تنسوش كمان تتابعونا على كل المنصات زي الفيسبوك، انستجرام، تيك توك، وكواي، وجروبنا على الفيسبوك. متنسوش تنزلوا تطبيقاتكم على جروبنا على الفيسبوك، الجروب اسمه وصفات صباح مجدي. يلا بينا بسم الله نشوف العظمة والجمال دي اتعملت ازاي. يلا بينا. اول حاجة هنبتدي بيها هي العجين. هنجيب كوباية مية دافية، هننزل عليها بكيس خميرة، وهننزل عليها بمعلقة سكر، ونسيبها 10 دقايق لحد ما الخميرة تتفاعل. لازم نختبر الخميرة كويس جدا. هنغطيها ونركنها على جنب 10 دقايق. هنا بقى عندك يا اما تجيبي كبابة صيني مطحونة وحبهان مطحون، يا اما تجيبوهم حبيبات وتديهم همكة في الهون كده او في الكبة زي ما انا ما عملت. تمام. تاني حاجة بقى او اول سر في نجاح الحواوشي البهارات. لازم نسخن البهارات كويس. هنجيب طاسة سخنة 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 على الآخر، هنحط فيها معلقة من كمون، معلقة من بابريكا، معلقة من كزبرة ناشفة، معلقة من القرفة، معلقة من 7 بهارات، ورق لوري، معلقة من حبهان، معلقة من الكباب الصيني. دي كلها بهارات الحواوشي. والطاسة هتكون سخنة جدا، هنحطها على النار نديها تقلبتين 3 لحد ما ريحة الحواوشي تعبي البيت كله، وهنركنها في طبق ونغطيها. انا حطيت عليها الملح لان انا نسيت ان انا انسى الملح، فحطيت عليها الملح وركنتها. شفنا الخميره لانها تفاعلت وعملت بابلز كتير، والحمد لله كل حاجه تمام. ده كيلو من الدقيق، يعني 7 كوبايات دقيق. حطيت عليهم معلقه لبن بودره. معلقه لبن بودره ديت في الوصفه دي كمحسن خبز. وحطينا معلقه من البيكنج باودر عشان بتساعد على الرغيف كده يبقى هش ومنتفخ كده من جوه. البيكنج باودر بيلعب دور والخميره بتلعب دور. وحطينا رشة ملح، وحطينا 3 علب زبادي. هنفرك الأول الدقيق بالزبادي بعد ما نقلبه طبعا، بعد ما نقلب البيكنج باودر ولبن البودرة فيه. تمام. هنهمج بقى الدقيق مع الزبادي. تمام. وبعدين هننزل بقى بالخميرة اللي احنا عملناها مع بعض. وبعدين هنبدأ بالعجن. طبعا انا مصورتش فيديو العجن كله لانه مكانتش حاجة لطيفة، لان كنت بعجن وما ينفعش البس جلافز خالص في مرحلة العجن، لانه كان هيلزق في العجينة وكانش هينفع يتعجن. وطبعا لو عندك فود بروسيسور تمام تعجني فيها، بس هو العجن يدوي احسن بكتير بصراحة في الحوش ده بالذات. بعد كده هنبدأ بقى ننزل بالمية تدريجيا لحد ما نوصل معانا للمرحلة دي وتعمل عرق. انا نسيت بس اوريكم موضوع العرق ده او قوام العجينة. وتاني سر في نجاح الحواوشي ان لازم العجينة تكون طرية جدا، طرية بمعنى الكلمة. تمام. وبعد ما توصل للقوام اللي انا وريتهولكوا ده هنلمها بالزيت. الزيت بقى بيساعد ان الحواوشي يفضل طري حتى لو لتاني يوم العجينة او رغيف الحواوشي فضل طري كأنك لسه عاملاه، يا دوبك سخنتيه كأنك لسه مطلعاه من الفرن حالا.
تاني حاجة هنخش عليها، هنعمل كمية بصل محترمة. انا عملت نص كيلو لحمة، عملت عليه 4 بصلات. تمام. انا وريتك بس الخطوة دي عشان لو انتي ما عندكيش كبة او ما عندكيش مفرمة تقدري تعمليه زي ما انا ما عملت. بصي دي طريقة حلوة جدا من ان انا اقطع البصل ناعم على قد ما تقدري، قطعيه ناعم على قد ما تقدري. ضيف معاهم 4 حبات من الفلفل، ممكن برضو تفرموهم في الكبة او تقطعيهم على ايدك حتت صغيرة، مع طماطميتين وعود كزبرة خضرا. الكزبرة الخضرا والطماطم دي اضافات من عندي، بس بجد هتفرق في خلطة الحواوشي جدا. نخش بقى على تالت سر وهو اللحمة. اللحمة لما نيجي نجيبها هنقول للجزار عايزينها بنسبة 20 أو 30% دهون. يعني ايه بنسبة 20 أو 30% دهون؟ يعني ربعها يكون دهون. تمام، لحمة مفرومة وربعها يكون دهون. تمام. هنزل عليها بقى بالبصل المفروم ناعم اللي انا عملته على ايدي او في الكب، وهنزل بقى بالخضار اللي معايا. وزي ما قلنا ممكن الخضار ده نقدر نعمله في الكبة او نقطعه على ايدنا زي ما انا ما عملت بالظبط، مش حاجة توقفنا. هنا برضو قطعت الفيديو وهنزل بقى بالبهارات وهعجنها كويس. المرحلة دي اسمها عجين اللحمة. فبرضو قطعت الفيديو برضو لانه مش حاجة لطيفة تشوفوني وانا بعجن اللحمة. هحط 5 معالق من الزيت وههمكها مع بعض. ههمك بقى الحاجات دي كلها كده والميكس كل ده مع بعضه، وههمك بجد. هفضل اهمك فيها وادعك فيها لحد ما توصل للون اللي انتوا شايفينه ده، تقلب الى لون بني وتغير لونها. تمام. وريحتها طبعا من اول ما تحمري في البهارات والشارع كله هيعرف ان انتي بتعملي حواوشي اصلا. هتفضلي تهمكي فيها لحد ما تشكليها او توصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. شايفين لونها بيقلب على طول الى اللون البني. هبدأ بقى اكورها كور قد يعني اكبر من الليمونة شوية كده، او قد الليمونة الرنج شوية كده. ليمون الرنج ده اللي هو الليمون الكبير ده. فاكرين ليمون الرنج اللي احنا خليناه مع بعض؟ هسيب لكم اللينك بتاعه تحت. تمام. هفضل بقى ايه اكورها زي ما انتم شايفين كده. على الرخامة بقى او في اي صينية موجودة عندي هدهنها زيت. وبعدين هبدأ بقى لحد العجينة ما خمرت. انا كده بس بفتحها عشان اعرف ان هي فلقت من جوه على رأي ماما، او فتحت اعرف ان هي خمرت. هخرج بقى الهواء اللي فيها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، اديها بوكس كده في النص. وبعدين هبدأ بقى اكورها قد البرتقانية كده. تمام. لما تعمليها بالحجم ده الكيلو دقيق هيفرد معاكي 20 رغيف حواوشي. بصي بقى يا ست الكل، هنا بقى طريقة سهلة جدا وهتفرد معاكي في العجينة. بدل ما اخبز مثلا راق واحط اللحمة وارجع احط راق تاني، ده هيهدر معايا كتير في الحواوشي. طب ما انا اعملها زي ما انا ما عملت كده. هقطعها او هشكلها وبعدين هبططها شوية واحط فيها كرة اللحمة وابدأ اخبز. الطريقة دي سهلة جدا وبسيطة جدا وبجد هتفرد معاكي في الحواوشي. تمام. وانا بقى بشكله يا جميل لازم احط زيت، هخبزه على زيت او هشكله على زيت. تمام. إيه اللي خلى العجينة طرية معايا لحد تاني يوم واخدة شكل الفطير كده من تحت زي ما شفت في اول الفيديو؟ ان انا خبزتها على زيت، ان هي شبعانة دهون او شبعانة زيت. العجينة شبعانة دهون وشبعانة زيت. الزيت بجد بيزيدها طراوة. نصيحة بقى وانت بتخبزي الحواوشي متكبروش بالطريقة دي، خليه تخين شوية. هو التخين مش هيبان ان هو معجن او مش هيفرول في العجينة لان العجينة طرية، فلو جه معانا تخين مش هيأثر خالص فيه. فالعجينة دي بالذات لازم اللي تعمليه تخين كده. تمام. او سميك، هنقول سميك. تمام. قبل ما ادخله الفرن هضغط عليه بالشوكة كده او هخرمه كده عشان بس ما ينتفخش معايا في الفرن. تمام. عشان البيكنج باودر والخميره اللي احنا حاطينها. هزين بقى من الوش حبة البركة. سمسم. عايزة تعملي وش بيتزا تمام، بس وش البيتزا سوري، وش البيتزا نعمله بقى في الحجم اللي هو الجامبو. ان شاء الله نبقى نعمله مع بعض اللي هو الحجم الكبير، لكن الصغير ده يعني سمسم كده، حبة البركة، حاجة على قدنا كده. وهدخله الفرن. هسويه. هشغل الاول الفرن من تحت لحد ما الجناب كده تحمر. ما تاخد تقريبا 15 دقايق كده. تمام. وبعد كده هشغل الفرن من فوق. الكمية اللي عندي دي بسم الله ما شاء الله عملتها على 3 ادوار في الفرن. تمام. بس شايفين القعر من تحت عامل ازاي؟ كأنه فطير لان العجينة كانت طرية. وبجد العجينة طرية احسن بكتير من لو بتبقى عجينته ناشفة، احسن بكتير صدقوني. هتنبهروا بيها. ومقولكوش بقى
على ريحته يا ربي. ريحة الحواوشي حتى تاني يوم وانا بسخنه كانت ريحته معبية البيت كله. يعني صدقوني مرحلة ان احنا نحمص البهارات دي هتفرق جدا في طعم الحواوشي يا جماعة. انا جربته مرة اعمله من غير ما احمصه، من غير ما احمص التوابل، ما طلعتش النتيجة بيرفكت زي ما طلعت من لما حمصتها. صدقوني هتعجبكم جدا جدا، جربوها مش هتندموا. يعني احنا كنا بنعدي كده على محلات الحواوشي نشم الريحة، ايه ده، لا البيت المطعم ده عامل حواوشي، او ريحة الحواوشي كده جبارة. اهو ده عرفنا بقى السر في تحميص التوابل في الاول. ده كانوا الى حد ما لونهم يعني محمروش قوي لان كان في حد بيفضلهم كده، لكن الباقي حمرنا كويس. بس الفيديو كده خلص. قلنا بقى كل اسرار، وعملنا من نص كيلو لحمة وكيلو دقيق، عملنا كمية بسم الله ما شاء الله يعني نفتح بيها مشروع. قدمته بقى مع شيبسي وصودا وده مخلل الزيتون اللي كنا عملناه مع بعض. قلنا دي تجهيزات رمضان، الحمد لله تجربوا لحد دلوقتي. هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في صندوق الوصف. على فكرة مش دي كلها الكمية، لان في يعني بسم الله ما شاء الله يعني هو بيستوي في كمية اتاكلت. بس يلا بالهنا والشفا. بجد كان طعمه حلو جدا، انا مش بقول كده عشان انا اللي عاملاه، بس انا بشجعكم انك تجربوا الطريقة دي لان هي بجد خرافة. يعني انا اللي ده الحواوشي ده الفعل اللي احنا كلناه قبل كده ده ما كانش حواوشي. اتمنى يا رب تجربوا الوصفة ونتقابل ان شاء الله على خير فيديو جديد. سلام ختام.